عمرك سمعتي بعبادة حسن الظن بالله؟ أحسن علاج لكل وسواس وأجمل مهدئ من كل مخاوف الحياة. الحاجة اللي كتخليك ولو تكون حتى في موقف حياة أو موت كيكون عندك حسن ظن بأن اللي خالقك راه حيين بك وما يرضاش لك الأذى، فكيطمئن قلبك. وهذه من أرقى العبادات في حياتنا اللي خاسرينها بزاف د الناس. يمكن عندهم بزاف د الحاجات الزوينة في حياتهم، ولكن بسبب سوء ظنهم كيتسلل لهم منها الشيطان ويغرقهم تشاؤم وخوف من وقوع مصيبة ولا زوال نعمة. في نظرك كيفاش خرجت مريم بولدها عند الناس وهي عذراء؟ كيفاش صبر نوح وهو كيبني سفينة ل100 عام؟ كيفاش صبر أيوب على مرضه ومعاناته اللي عاشها؟ كيفاش ما خافش إبراهيم وهو غيترمى في النار؟ كيفاش صبر يعقوب 40 عام ديال الفراق؟ كيفاش صبر يونس في بطن الحوت؟ هما ناس بحالك بحالهم، لكن الفرق بيناتكم هو أنهم حسنوا الظن بالله. وهذا هو بيت القصيد، أنك تفهم معنى أنك في رعاية الله. ولو تجمع الإنس والجن باش يضروك بشي حاجة ولا يحيدوا لك حاجة مكتوبة لك، والله ما يقدروا بإذن الله، حيت أنت في حماية ملك الملوك. ابن العباس رحمه الله سولوا واحد الأعرابي وقال له: شكون غيحاسبنا من بعد ما نموت؟ قال له: الله. رد عليه فرحان وقال له: نجاونا ورب الكعبة. سولوا علاش؟ قال له: إن الكريم إذا ملك عفا، يكفيك من نعيم الحياة أن تحوز اليقين الذي لا يحرمه شك بأن ألطاف الله أرحم بك من نفسك، وأن أقداره أصلح لك من أمانيك، وأن عطاياه على قدر حسن ظنك. ملي كتظن بلي الله غيبدلك بعد الشقاء سعادة، وبعد الدموع ابتسامة، وبعد الهم فرج، وبعد الحاجة رزق، فرك أديتي عبادة عظيمة ألا وهي حسن الظن بالله.